ومساء الورد يا صديقي العزيز، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. والنهارده خلاص يا شقيق ليلة الامتحان، يكرم المرء او يهان. نفس الموسم اللي فات. وطبعا كل الناس اكيد استقرت على التشكيله اللي هتخش بيها وبتاع، فانا جاي العب في دماغك واوريك التشكيله بتاعتي عشان فيها شويه حاجات مجنونه، وقلت يمكن تستفاد ويمكن ليه لا. واقول لك مثلا انا عملت كده ليه، وتشاركوني كده باللايك والسبسكرايب والكومنتات، وتقولوا لي انت تشكيلاتكم وتحطوها لي كده، ونقيم مع بعض قبل الديدلاين اللي هو خلاص ناقص عليه تقريبا 3 4 ساعات. فمفيش اوبشن اصلا نفكر كتير، ولازم تكون انت اوريدي خدت القرار. تمام. يلا بينا يا صديقي نخش نشوف تشكيلتي اللي انا هخش بيها على موقع الاف بي، الهاب اف بي ال، نشوف تقييمنا عليه ايه ونحطها، وربنا يسهل، مع اني مش متوقع لها تقييم كبير يعني. بس ايه، يلا نجرب. ماشي. فدلوقتي هيحصل ايه؟ دلوقتي هنزل لك التشكيله بتاعتي قدامك، ونحط اللعيبه مع بعضينا. اللعيبه ايه حبايبنا، وهنبتدي باول لعيب معانا. طبعا انا اخترت التمبلت في حراسه المرمى، وريحت دماغي وجبت ديفيد رايا. وقلت رايا ايه يعني، هسيبه خلاص، الراجل هيجيب، هسيبه لاخر الموسم. انت مكمل معايا يا عم رايا. فانا ايه برضه قلت اصرف شويه، مش مشكله، فاهم قصدي. واجيب في الدفاع، واجيب حراسه مرمى تاني، بدل 4 ب4.5 قلت اجيب كينيسلي بتاع توتنهام، بحيث الدفاع اتغير والجون حلو قوي. فنستفاد برضو، ويبقى في روتيشن كده في الماتشات، لان انا حاسس ان توتنهام الموسم ده ان شاء الله هتبقى مختلفه، واتمنى والله يعني. تمام. نبتدي بخط الدفاع. انا غالبا الموسم ده هلعب ب 3 4 3 او 3 5 2 لغايه ما اشوف موضوع الديفكم. ولو في بقى موضوع زي الموسم اللي فات ان الدفاع هو اللي هيفيدنا، هغيرها بسرعه، ومش هقعد اعند عشان الموسم اللي فات لما عندت خسرت كتير. لا، نلعب بالطريقه اللي تجيب لنا نقط على الدغري. فاول واحد عندنا، انا طبعا لما كنت جايب كونسيه على اساس ان هو يروح ارسنال، وبالفعل راح الارسنال، فدي ميزه بالنسبه لي. فقمت بايع مين؟ جابرييل بقى، عشان فلوسه كتير، والله يرزق بقى اللي جابه، فاهم؟ هو جميل بس انا مش قادر. وقلت اجيب مكانه كاليفوريا، عجبني في بري سيزون وبيجيب اهداف كتير واسيستات وشغال. بس انا خايف من دقايقه، لان هو غالبا ما بيكملش يعني، بيعدي ال 60 بالعافيه. فيا رب يعدينا 60 ويبقى مروق علينا يعني. تاني لعيب انا قلت اجيب لعيب كفر دفاع من طبعا المان يونايتد. طبعا هو فريق انا مش حاسه قوي في بدايه الموسم، دايما بيبتدي بيبقى وحش. بس هو اول ماتشين مع فرق صاعده، واحتمال يعملوا كلين، فقلت ليه لا، نعمل كفر منهم، ورخيص جدا ب4.5. هاري ماجوار ب5، واللي جابه هيستفاد بيه لان هو بيجيب اجوان وبتاع. بس لوك شو انا معتمد ممكن يجيب اسيست بتاع، يطلع يديها 65 وياخد لي الكلين ويخسره كده. تمام. وفي لعيب كنت انا حاطط دماغي عليه، كنت عايز اجيبه، وهو رخيص وجميل، بس هو عشان توظيفه غلط في اللعبه، فانا عايز استفاد بالموضوع ده. اللي هو هيوم ده بتاع اسمه ايه ده، بتاع ساندرلاند بالظبط. هو متصنف الدفاع خط دفاع، وهو بيلعب جناح اصلا. فاللعيب ده وارد جدا يجيب لك اسيستات ويعمل لك حاجات مش دعوه بيها بالكلين. انت بتلعب مع واحد لكنه بيهاجم. فانا قلت اجيبه واجرب بيه واخش بيه اول ماتش مع ابسنش تاون، فممكن الدنيا ايه تبقى جميله. تمام. تمام. نص الملعب عندي احنا طبعا هننزل تحت مع التقييم بقى. نص الملعب انا طبعا مش جايب برونو فرنانديز، ومش عارف ازاي زي جابرييل كده. انا جايب مثلا واحد زي سوبسلاي. انا مقتنع بيه، هو في الليفربول، وحاسس ان انا محتاج اخش بيه، عشان مش عارف ليه انا نفسي في بقى حابب اللعيب ده. هو فعلا الاون فاير الوحيد هو فيرتز اللي في اسمه ايه ده، اللي في ليفربول. فانا قلت اختار سوبوزلاي، وكل واحد ليه حريه الاختيار، الاثنين كويسين على فكره. واخترت اللعيب اللي جنبه مبيمو، لان انا قلت اعوض كفر طبعا من برونو اللي انا مش عارف هو هيعمل فيا ايه، ربنا يستر. مبيمو لانه متالق في بري سيزون، واحتمال يلعب مهاجم، فممكن يجيب لي جونين يعني، ممكن يعادل نقطه او يقرب. ولو عمل كده هبقى انا مستفاد، ده فرق 4 مليون يا جماعه يعني. ولا مشيت على كده، ما مشيتش هستسلم وهخضع وهجيب برونو عادي جدا. تمام. تمام. اللعيب التالت عندي انا طبعا قلت سيمينيو، ما ينفعش اخش من غيره، هو تقريبا اهم عنصر في المان سيتي. والله انا بكلمك بجد، انت هتشوف دلوقتي لما يبتدي هتشوف. كمان مع اصابه دوكو الموضوع هيختلف، فانت الافضل انك تخش بيه تريح دماغك، وهو مش غالي على النقط اللي هو بيجيبها. انا على طول سيمينيو، فاهم؟ مفيش جدال. وبعد كده انا جايب بقى المفاجاه. طبعا هو ما بقاش مفاجاه، بس والله انا جايبه من زمان والناس شايفه يعني. توليسي اللي هو بتاع اسمه ايه، ارسنال، واللعيب في بيسوس مولع الدنيا، وانا عايز اخش بيه مرتاح، انا مرتاح نفسيا لكده، فاهم؟ وطبعا خط الهجوم ما فيهوش جدال، عندي الهالاند ما فيش كلام فيه، النور قطع. سوري بقى يا جماعه، اصل احنا في مصر حضراتكم، فاهم؟ فمعلش سامحوني، خليكم بقى على الاضاءه دي، عايشين على الاضاءه دي معايا.
هالاند يلا تغيير مود. هالاند وجواو بيدرو وجايب كيلفن تليوي مريح نفسي عشان هو برضه معاه ضربات الجزاء، وانا برضه شيء ببص على اللعيبه اللي ممكن تكون هتفيدني في ضربات الجزاء شويه. وطبعا عندي في الدفاع اللعيب التاني انا جايب جيفارديول، برضه كفر دفاع من مان سيتي، بس مش اول ماتش عشان بورنموث فريق مهاجم فاهم، وانا هلعب بيه لان انا مقتنع بيه. وجايب اللعيب الخامس اللعيب عندي انزلوا فيه، وغالبا هلعبه اول ماتش يعني هنزل بيه، لان هو بيلعبوا فريق صاعد وهم حلوين قوي ومعاه ضربات الجزاء، فغالبا هلعب بيه لو هلعب ب 3-5-2 يعني تمام. واخر لعيب عندي في الدفاع هو كونساه اللي انا كنت عامل عليه التحدي والحمد لله نجحت وجت. فزي ما انت شايف كده كونساه من الارسنال دلوقتي ممكن استفاد بيه، بقى معايا تقريبا 3 دفاعات من الارسنال فاستفاد بيه يعني فاهم، بس هو طبعا مش هيلعب اول ماتش فانا ما ينفعش ان انا اعتمد عليه بسرعه يعني. وهي دي التشكيله بتاعتي يا صديقي، ويا رب تكون عجبتك، وتعالى نشوف هي هتجيب كام من غير ضحك يعني. ماشي. من غير ضحك احنا نحاول نشوف هي جايبه كام فاهم قصدي. راحت اصلا ما جابتش، مش مهم يا صديقي هي جابت كام، المهم ان انا كنت عايز اوريها لك. وهي تقييمها تقريبا انا عملتها قبل كده فعلا كانت في حدود 75، مش الطف حاجه، بس والله انا شايف فيها ديفرنشال لطيف. وانت برضه فيدني قول لي ممكن اجيب مين واودي مين وابيع مين. ويلا بينا نبتدي الموسم الجديد وربنا يسترها علينا ويسهلها، ونبتدي كده ويبقى حلقاتنا جميله. وسامحوني عشان انا بس والله الايام دي في سفر وكده فمش عارف اعمل فيديوهات، فالفيديو كده ايه يمشي بالحب ونعديه بقى لبعضينا ماشي. حبايب قلبي يلا نخش على اول موسم، الموسم سلام.